دكتور عبير، عايزين نعرف بقى احسن واكتر حاجتين انت حاسه ان انت محظوظه عشان هم حصلوا في حياتك. اولا شكرا جدا يا فدوى على السؤال دوت، لانه فعلا بيجيب حاجات في اعماقنا يعني. هي في حاجه بس احب ان انا اقولها قبل ما اجاوب، انه ان الواحد يبقى فخور بالحاجه. انا فاهمه كويس قوي ان كلنا بنفهم بيها انه معتز بالحاجه دي، لكن انا ما بحبش كلمه فخور دي، لان فعلا ربنا بيقول لنا ان ربنا لا يحب كل مختال فخور يعني. فانا فكره عاطفه الفخر دي انا، لكن انا دايما ممكن اقول لكم الحاجات اللي انا شعره بالرضا وبحمد ربنا عليهم. اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بالقدره ان انا احاول ان انا اطور نفسي واتحرك، يعني اشوف نفسي واعرف ان انا اعملها نوع من التحكم واحركها لقدام، يعني اغيرها. يعني التطور المتصل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ومن الحاجات الرئيسيه بالنسبه لي. الحاجة التانية قضية تلقي الرسائل والعبر، يعني فكرة ان انا ابقى بأرهف دايما في كل حاجة بنتحركها لتلقي الرسائل والآيات اللي موجودة فيها ونقلها للآخرين في أي مكان. يعني أنا لا أتوقف أبدا من أي حاجة أنا اتعلمتها، لدرجة إن أنا عندي آخر حاجة في أنا لا أكل الخبز، اللي أنا بقول لنفسي طيب من العالم الآخر لما الإنسان ينتقل إلى عالم البرزخ مش هيعرف ينقل هذه الخبرة، لدرجة ان كآخر مقالة في الكتاب اسمها رسالة من العالم الآخر، ورسالة تخيلية طبعا يعني وكده. لكن فكرة انه ما تلقيته او تعلمته، واهم طبعا درس الواحد اكتشفه في الحياة، ان هي يعني هي حياة دنيا حقيقة يعني لا تستحق اننا نفرح قوي ولا اننا نحزن قوي ولا اننا نتعلق باشياء او ببشر يعني. لكن اللي بيحصل بقى في الحياة بكل عبارها بكل اشيائها، اي حاجه بحاول بتعلمها بحاول انقلها لاخرين يعني في اي ظروف، يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيها. فهي دي. ومن اهم طبعا الحاجات ان ربنا يكرمه استاذ محمد عرفني بهذه الصحبه الجميله الرائعه وكده، وان فدوى بقى تعمل احنا انا بنت ابويا، ودي حاجه انا دايما بتباهى بيها، فانا مش هكررها عشان ماما نوال قالتها. تاني حاجه بقى او اول حاجه بالنسبه لي، انا ما اعرفش ما تقولوش عليا يعني حاجه، بس انا من الناس اللي انا فخوره بشخصيتي. انا حد قوي، فما بعرف اتحدى الصعاب، بعرف اخد حقي. فده ما بيخلينيش من جوايا ببقى شايله يعني حمل كبير عليا، مش مكبوته. جميل. فده انا بحس ان انا مبسوطه بشخصيتي، وده من شروط السلام الداخلي. انا يعني انا بحس ان انا فيا الحته دي، فالحمد لله يعني دي انا بحب شخصيتي. تاني حاجه ربنا كرمني بيها في الدنيا، هي عارفه، صديقه بحس انها نعمه من عند ربنا، وبكل بوستاتي بكتبها بقول نعمه من نعم ربنا عليا وجود فدوى في حياتي. ما شاء الله. ايه احلى حاجتين حصلوا في حياتك؟ طبعا حاجات كتير، بس اكتر اتنين تديهم فيرست الاول والتاني وتقولي ان هم دولت اكتر حاجه انا محظوظه بيهم في حياتي. يعني ان انا لما حبيت اعلم ولادي حاجات معينه اتعلموها، وكانت السبب في ان هم ناجحين جدا بيها دلوقتي. حلو قوي. دي نمره واحد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه ان والدتي يعني توفت وهي اخر حاجه اخر حاجه راضيه جدا يعني. ما شاء الله. فدي انا دايما فخوره بيها، ان هي كانت دايما ولغايه اخر نفس بتقول ان نوال طول الوقت عمرها ما زعلتني ولا ضايقتني ولا، ورغم ان انا يعني المفروض ان انا كنت المتمرده تعتبر اللي في البيت، بس ما اتمردتش عليها هي ابدا. اتمردت على كل الاوضاع اللي احنا فيها او الحياه اللي انا فيها، لكن مش عليها. ودي كانت دي الحاجه اللي انا ببقى دايما سعيده اني ما اتمردتش عليها ابدا، وفضلت لغايه اخر نفس. انا بسعد وبفتخر انها ماشيه معايا بلبسها الفلاحي البسيط، وحتى اخواتي لما حاولوا يخلوها تغيره انا رفضت وقلت لهم سيبوها سعيده باللي هي فيه، وانا بسعد بده، وخدتها معايا الجامعه بده. فدي الحاجه اللي انا حاسه اني فخوره قوي انها حصل. يا استاذ محمد، عايزه اعرف اهم حاجتين حصلوا في حياتك حاسس ان انت محظوظ بيهم. بصي، هو انا عمري ما وصلت لدرجه ان انا ابقى راضي عن نفسي رضا كامل، او حاسس ان انا قبلت في هذا بلاء حسنا ابدا، عمري ما حصلت معايا. لكن زي ما ماما نوال اتكلمت ان رضا الوالدين دي حاجه مهمه جدا،
الحاجة اللي التملي كل ما افتكرها يعني احس بالسعادة ان امي ماتت راضية عني وبتحبني وبتدعي لي من قلبها. دي حاجة. الحاجة التانية، انا قضيت حياتي معظم حياتي كلها مع ناس ما يشبهونيش بالمرة. يعني 50 سنة من حياتي او 40 سنة من حياتي قضيتهم في وسط العمال والصنايعية والشغل ومشاكل الشغل، وانا كل تكويني وكل حياتي اتجاه الفن واتجاه الادب فكنت حاسس وسط الناس دي غريب. بالغربة. طول عمري عايش معاهم على الهامش كده، يعني اعرف فتحي واعرف زين واعرف فلان واعرف فلان، مالين حياتي طول الوقت، لكن انا ابدا مش معاهم. مش لاقي نفسك فيه. انا كل ما اختلف نفسي ولو للحظات اروح في المكان اللي انا بحبه اللي انا عايزه، بحلق بعيد عن الناس. فانا سعيد ان انا يعني قبل ما اموت ان يعني لا دي حقيقه والله كلنا ان انا لحقت يعني اعمل حاجه في هذا المجال واحقق ذاتي واحقق نفسي واعرفكم واعرف الناس اللي تشبهني. يا استاذ زين، عايزه حاجتين انت اكتر حاجتين فخور بيهم وحاسس ان انت محظوظ بيهم في حياتك. انا فخور بحاجتين او فخور بيهم، ان انا عندي سلام داخلي محب للجميع لا احمل حقدا لاحد. الله عليك. ثاني حاجه ان انا استطيع ان اضحك في اغم الاوقات. دي نعمه كبيره. استطيع ان اضحك حتى في العزم. يعني وده حصل معايا حقيقي انت ما عندكش ان لكل مقام مقال خالص. وانا في سن 21 سنه رحت في عزا في عين شمس واخبروني ان اروح اعزي، قلت لهم انا مش بتاع عزا، انا عزا خدوني في العزا فتحي. في العزا ابن المتوفى قاعد قصادي كده فما استحملش تعابير وشي فضحك في العزا وكلنا ضحكنا. اكتر حاجه انا يعني مبسوطه قوي انها حصلت في حياتي، عملي كمعلمه في اصعب فتره في حياه البنات اللي هي الثانوي، وقربي الشديد منهم لدرجه ان هم بعد ما بيخلصوا بيفضلوا يعني في ناس خلفوا كبر وولادهم كبروا وما زالوا بيجوا لي ويزوروني بولادهم. وورش اللغه العربيه دي يعني لازقه في العمليه التعليميه دي، انا فخوره بيها جدا جدا. رساله رائعه. حلوه قوي. قولي يا هي يا استاذه زينب، اكتر حاجتين انت فخوره بيهم وحاسه ان انت محظوظه عشان هم حصلوا في حياتك. اول حاجه يعني انا فخوره ان انا ما كنتش يعني في الشعر كنتش بيرفكت، فكنت بكتب بس بعد كده حبيت ان انا انمي بقى واطور واجيد شويه، انمي قدراتي. فدرست العروض جميل عشان اقدر اكتب صح. دي حاجه انا فخوره بيها جدا طبعا. والاكتر بقى اللي انا فخوره بيه اصلا ان انا صعيديه. طبعا بتلاقيني دايما بعتز ان انا صعيديه وعايشه الحمد لله بتربيتي اللي رباني بابايا على اسس وقواعد الصعيد. احسن ناس. كل حاجه. فدوى بقى الى صاحبه هذا الحوار الجميل، عايزينها هي نفسها تقول لنا بقى ايه اهم حاجتين هي معتزه بيهم بلاش فخور في حياتها. اول حاجه انا بحمد ربنا عليها وده من فضل ربنا ان انا مكمله في مستشفى 57 لغايه الان. انا معتبراها نعمه كبيره قوي. ايه دورك هناك يا فدوى؟ انا بيلجأوا لي في الامتحانات بتاعه الولاد، لازم اكون معاهم في كل ترم كمدرسه انجلش. في الاول كنت لكل الليفلز، وبعدين بدانا الموضوع يكبر شويه بقت انجلش، اذا كان ساينس اذا كان ماث اذا كان كل حاجه، وبقيت من التيم بتاعهم الحمد لله. مش عايزين عربي؟ جيجي عرفتك من المستشفى؟ انا لا ده جيجي لا احنا اصدقاء بقالنا سنين، وهي السبب في دخولي جيجي. طيب هم اللي بيدرس هناك في شروط معينه انا فولنتير، للتدريس؟ انا متطوعه فقط لا غير. هم ليهم مدرسه هناك بس هم ما عندهمش الانجليش. فانا بالصدفه لولا سيفي حبيبي ربنا يشفيه ويعافيه ويفضل مكمل شفاه على خير، لولا انا ما كنتش دخلت. انا كتبت في الحته دي ان الصحراء بيطلع منها ورده صغيره بتفضل مكمله معانا. وكانت الحمد لله سيف ربنا شفاه وعافاه، وربنا دامها عليا نعمه ان انا افضل جوه المستشفى لغايه قوي قوي قوي. بستناها من الترم للترم، بستنى مكالمه التليفون اللي بترن عليا من جوه المستشفى، فدوى احنا محتاجينك.